أول تعليق من ليونيل ميسي بعد انتقال كيليان مبابي رسميا اليوم إلى ريال مدريد. لكن قبل البداية مشاهدينا الكرام، إذا كنت مهتما بإخبار الميرينجي فضلا ليس أمرا الاشتراك في القناة والضغط على زر اللايك. فهيا بنا الآن إلى التفاصيل. كشفت تقارير صحف إسبانيا اليوم عن حسم انتقال صفقة كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان إلى صفوف ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات القادمة. وأكدت إذاعة راديو ماركا الإسبانية أن ناصر خليفي رئيس باريس سان جيرمان اقتنع بفكرة بعقد مبابي لريال مدريد بعدما رفع النادي الملكي عرضه لشراء اللاعب. وأضافت أنه سيتم الإعلان رسميا عن انضمام مبابي إلى ريال مدريد اليوم أو غدا على أقصى تقدير. كما أضافت الصحيفة أن مبابي أنهى كل التفاصيل مع ريال مدريد في الأسبوع الماضي، إذ استطاع المدير العام للنادي خوسيه أنخيل سانشيز إتمام الصفقة، مشيرة إلى أن المفاوضات بين اللاعب والنادي الملكي لم تكن معقدة في ظل رغبة مبابي الكبيرة للعب في الميرينغي. وذهبت الإذاعة الإسبانية أيضا إلى أن مسؤولي ريال مدريد يرفضون سفر كيليان مبابي مع بي اس جي لخوض مباراة الجولة الرابعة من بطولة الدوري الفرنسي المقرر لها يوم الأحد. وقال ليونيل ميسي: حسمت الأمور، انتصر مبابي، انتصر بيريز، انتصر الريال، وانتصرت كرة القدم.